بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول لك من لا يوزن كلمته من قبل ينطقها تجي له كلمة ما هي بموزونة، ومن لا حفظ طلقته في بطن بندقها بنادق الناس ما هي دوم موزونة. ويا مرحبا وحياكم الله. عندي اليارس 2013 فيها مشكلة تهريب من نفس الراديتر. واضح التهريب إن شاء الله. راح نفكه إن شاء الله، طريقة الفك كل شيء بإذن الله. طبعا الراديتر جديد دينسون، معية ممتازة إن شاء الله، نفس اللي كان راكب عليه. راح أفكه وأغيره بإذن الله. يعني قبل لا تبدأ بالشغل، قبل لا تسوي أي شيء، افصل الإصبع السالب وابدأ اشتغل، أو الإصبعين. نفك الهواية أساسا نوصل للراديتر. اللي حق قربة الموية ننزلها تحت أساس تسرب. هذا لازم يفك عشان الجسر فكه. فكينا ذي مسمار هنا، هذه تفكها من الصدام. الجهة الثانية نفس الطريقة. الصدام هذا لازم يطلع أساس الجسر، هذا تفكه تحته راديتر. هذا الجسر لازم ينفك عشان تطلع راديتر. الحين الجسر اللي أكلمكم عنه اللي هو هذا، له مسمارين هنا ومسمارين هنا. قبل لا تفكه فك القفل، هذه مسمار هنا ومسمار هنا. تفك القفل حطه على جنب، وفك المسمارين هذه والمسمارين هذه، فك الجسر، الراديتر قدامك على طول يخرج. هذا القفل فك هذا. هذه مسامير ثلاثة، يجي له مسمار هنا ومسمار هنا ومسمار هنا. تطلع القفل تبعده، تبدأ تفك هنا المسمار اللي هنا والمسمار اللي هنا.
أنا فكيتها ما بقي شيء عليها خلاص. طيب كذا كرم المسامير نظهر هذا الحين بهذا الشكل. الحين رديت عندك كل شيء عندك. طبعا نسيت لا افك البوري، هذه اللي فيها شكة البوري. يقول الماكي بدري مع المغرب والعلم. الحين نفك الليات اللي فوق واللي تحت. بعد كذا نفك الاشياش حقت المراوح. طيب الحين هذا اللي حق الجرابوكس وهذا اللي حق الجرابوكس، تفكه وتفرغ الزيت في علبة. الزيت لا يروح برا أو تكته، تفرغ راح يتسرب عليك، يتفرغ في علبة مثلا. إذا ركبت بعدين الليات الزيت رجعه في القير، ترجع الزيت في القير وتشيك بعدين على الزيت. هذا الفيش، الفيش هذا حق المراوح، هذا الفيش حق المراوح. توصله تبعده، تبدأ تفك الكلبسات هذه اللي هنا، هذا وهذا. تستبعد الراديتر حق المكيف عن الراديتر. يوم جيت وشع اول تحب راح يجي الباب وين كذا نفك الجنب الثاني. كذا نفك كذا تحت، نطلع من تحت من هنا ومن هنا، ترفع رفع هذا الشكل. شو ترفع تبعد عنه بس هذا الشكل. تجي الجنب الثاني نفس الطريقة، ترفع بهذا الشكل كذا. الراديتر بعيد، هذا راديتر المكيف بعيد عن الراديتر. هذا بلاستيك بس ما يدقر في المواسير، دقة بسيطة كذا يخرج كذا، خرج. نزلت عند سالم بن سويد. مرحبا حياك الله، كيف الحال؟ طيبين؟ انت وش عندك يا سالم؟ عندني سالم الله عليك. الأولى والثانية والثالثة. وشيلة وحكوت توالي. كسر باقي كسر عملي. واللي يحط يامه ويقول والله يا ابويا وعاود اخذ اشياء الجايين. هو الرجال طلع عواد سن دوام. انت وين؟ قلت والله انا نزلت عند سالم بن سويد. قال ليش بدون قال وش؟ قال لا خلاص الله يعوض عليك، ما عاد يطلع بس ما يطلع. الحين
نفس الطريقة الأولى، أساس نفك المروحة والقربة. هنا ضغط كليبس، ضغط كليبس، هذه الطريقة. وجانا اللوري بلاك الماضي وركبنا كل حريق ورعاء الدنيا حاجه لقينا مع السوبر اطلبوا يطبلوا بطينا عليه ضوينا عند حياته روضه الله يرحمه. كذا طلع. هذا جواز هذا الثاني. ماشي مع الغرب. مالي جواز معك. امي. لا. واحد. لا. في طريقه. طيب الحين من تحت كيف؟ من تحت بهذا الشكل كذا طلعت. طبعا راح اطبقها معنا. هذه طبعا جديدة، راح انزلها اركبها هنا. انا حضرت جوازات عمري. خلاص هذا الراديتر. مشكلة الراديتر هنا تهريب لا اقول لك حضرت. برضه هنا. والله فوق ال70. برضه كمان 80. الراديتر تعبان مرة تعبان. هو كم عمره ما ينفع. طيب هذه نحط له غرة هنا ورا هنا، غرة قزاز يمسكها. يقولك ملقي يقول رجل روح في الله عاد الرقم إلى 20 25 20 25. من جايبين؟ جايبين الجماعة كلهم جايبين حاطين نقشة في الطرف الخيام من يم المغرس حقنا وحاطين حوض كبير كذا مدى وخلاص يجينا من الرمان ان شاء الله ما طلع صد الخطوش لين ينتهي الحوض للي يكسر الحوض. وحياة مسعود الله يرحمه وصل القزاز كذا كان جاي هناك وصل القزاز ما زي السيارة من مبيعات البحث عنه ماشي كم 70. نركب الحين هذه بهذا الشكل. سقط أول شيء من هنا من تحت، بعد كده ينزل على الكليبسات اللي هنا. هذا كليبس هذا كليبس، اضغط عليه ضغط كده راكب ما يحتاج. طبعا القطعة اللي هنا نركبها بعد ما نركب الراديتر عشان تعطي مجال. بنفس الطريقة تسقط هنا تكبس هنا. يجيبون الجار من برا. نرجع اللي ثبت اللي صح. هذا اللي حق القربة. لا يتحير لا يدروش في صادق واحد قال لك واحد سيارة يخش الوسط. لا ما عندي طول. والله مشهور والله المقابلة الشخصية حقت ولدي لا معدي مو برا. وولد جاري سوى مقابلة شخصية وهم في القاهرة. يعني هذه هنا الجلد تركب في هذه المنطقة، واحد هنا وواحد هنا، والجلد هذه فوق، واحد هنا وواحد هنا فوقها، ونركبها على الراديتر الثاني اللي هي هذه. طبعا إذا طلعتها الأفضل إنك تغطسها في زيت تدهنها أو تشحمها وتركبها عشان ما تنشف. يقولوا شيء وش السبب فيه هو عارف ما يكتبوا له سفايين خاله هذا. هذا خاله. والله خاله طال حسين المحسن. ليش حاطين الاثنين سوا؟ حامد و المالكي وحامد. المفروض هذا يقول ليش تكون ها؟ تكون منهم هذا الطوبة. المفروض يعتذرون يدورون في الحال. راديتر جبنا راديتر المكيف. طبعا راديتر المكيف أول شيء تسقطه من هنا يسقط في المجاري حقته، بعد كذا تكبس هنا كبس.
زي كذا شوف. بس الجنب الثاني الكامري كانوا يفكون الشنطة منه. طيب الحين نطبق. طيب كذا ركبنا، علقنا القفل، ركبته. طبعا له 3 مسامير، المسمار هذا والمسمار اللي هنا والمسمار اللي تحت هذا، تركبه. له مشقبيات هنا، سقط المشقبيات حقته، هذه مشقبية، يسقط المشقبية حقته. يبغى ضغط. طيب الحين نركب الفيش حق المروحة. طبعا الميكانيكيين، أغلب الميكانيكيين والله ما يهمه، زي هذا قفيز له طريقة في فكه، لا هم ما يفكونه، طقونه من هنا مفك كسره وركبوا لك وخلوا السلك يلعب. لا، له طريقة في فك والربط. الآن فأنا فكيتها أولية، أنا يتسقط زي الحلاوة كذا، انتهى، ثبت ويتركب هنا على طول. راح أعطي له بخاخ إلكترونيات أساس ينظف الفيش، يصير شغلنا مرة واحدة مرتب، وأسقطه. في تندية من هنا من تحت، الخلل من المسمار، السنة حقته تعبانة، أساس كذا مرة واحدة بفك الكارتير بكرة وديه المخرطة، أركب له مسمار، يسوي له سنة وركب له مسمار، يكون كذا كل شيء تمام إن شاء الله. الزيت طبعا ما كنت برا، الزيت اللي هنا
نحطه في الطشت ونرجعه بعدين في القير. هذا المغناطيس اللي يمسك البرادة. المسمار هذا متآكل المسمار نفسه، السنة حقته ضايعة، وكمان هنا يخليه يندي، قصص كذا نديه المخرطة نسوي له سنة نغير له المسمار ونطبقه نغير له وجه.